لا جديد داخل اوسط فريق الكوكب المراكشي. يعني فقط هناك الاجتماعات في الكواليس، ولكن الى حدود الان لا شيء ترجم على ارض الواقع، بحكم انه يعني كانت واحد يعني من وراء الجمع العام اللي تاجل لعدم اكتمال النصاب كانوا جلسات ما بين الرئيس الحالي نعيم مبارك الراضي مع الرئيس المستقبلي والمرشح للرئاسه رضوان حانيش، ولكن ما عطت حتى شي نتيجه. كان التوافق يعني تم يعني باش يتم الشروع في العمل بالنسبه اللائحه ديال السي رضوان حانيش يبداو من دابا في انتظار يعني الجمع العام اللي غادي يكون نهار 26 اللي من المقرر انه يتنتخب في هذه اللائحه كمكتب مسير لفريق الكوكب المراكشي. لكن الى حدود الان يعني ما كاين حتى شي حاجه، بحكم انه هذاك التوافق اللي كان يعني في الجمع العام فمن وراه كانوا اجتماعات ما عطات حتى شي حاجه. بالتالي الان فاللائحه ديال رضوان حانيش يعني قرروا بانه ما يدخلوش حتى يتنتخبوا بشكل رسمي، بينما الفريق الان ما عندوش مدرب، ما عندوش لاعبين، ما كيتدربوش. هذا اللي خلى يعني اللجنه اللي كاينه مسيره الحاليه واللي كرأسها نعيم راضي مبارك يعني غادي يمكن يشرعوا في التدريب في الاسبوع المقبل بالطاقم التقني ديال الموسم اللي فات، اللي ما غيكونش هو المدرب اللي مو المختار اللي باقي يعني راسل الاداره ديال الكوكب بخصوص المستحقات ديالو بخصوص المستقبل ديالو مع الفريق. باقي الان ما كاين حتى شي رد اللي حساب ما بلغني. غادي ينطلق التدريب ديال الكوكب يعني غدا بحضور المدرب المساعد جواد حميدتو، هو اللي غادي يشرف على تدريب اللاعبين. تقريبا واحد 16 لاعب هي اللي بقات عندهم عقد مع الكوكب المراكشي، فيها مجموعه ديال الشباب. هذا الشيء على حسب المصادر ديالنا هو اللي غادي يكون غدا. الا كان داك الشيء ربما بالنسبه للكوكب يمكن كاينين بزاف المرات كنقولوا شي حاجه وكتولي الحاجه اخرى العكس. اللي كاين بحسب المصادر ديالنا هو انه غدا من المنتظر انه يكونوا التدريب. الا كانوا التدريب سينو فغادي يبقى الفراغ حتى نهار 26 نشوفوا شنو اللي غيوقع في الجمع العام. عاد غنشوفوا المدرب الجديد واللاعبين اللي يمكن يجيو يعزوا صفوف الفريق. اذا صار يعني من بعد الجمع العام كان هناك حديث عن التوافق باش بدا الرئيس المستقبلي الخدمه من دابا بشكل استباقي، ولكن من بعد هذا الاتفاق ما بقى منه والو. الان يمكن نعيم مبارك غادي هو اللي غادي يواصل الان وغادي تواصل العمل بالطاقم التقني ديال العام اللي فات في انتظار انه يوقع الجمع العام ونشوفوا يمكن التغييرات اللي غادي تجي من وراء الجمع العام. ولكن الى حدود الان يعني الكوكب راه باقي ما كيتدربوش وباقي ما عندهمش مدرب رسمي اللي غادي يمكن يقود الفريق ويدير انتدابات استعدادا للموسم المقبل.